صدق أو لا تصدق، دولة واحدة في العالم هي التي تقوم بافتتاح البحر، بمعنى أن الشواطئ يتم افتتاحها صيفا وإغلاقها شتاء. هذا ما يحدث في الجارة التي تعرفون اسمها وأصبحنا نستحي من ذكره. نخليكم مع الفيديو اليوم لكي يوضح كيف أن مسؤولين جزائريين يقومون بافتتاح ما أسموه بموسم الاصطياف. انا هاد الفكره ما بغاش تدخل ليا دماغي، كيفاش غادي نفتتح موسم الاصطياف؟ واش الاصطياف والاستجمام والسياحه تقتصر على الصيف فقط؟ يعني في بقيه السنه يمنع الجزائريين الاصطياف؟ الله اعلم. خليكم مع الفيديو. أجل الإشراف شخصيا على افتتاح موسم الاصطياف هذا السبت المصادف ل 22 جوان 2024، وذلك ما تم بالفعل. جديد هذه السنة قلت هو الافتتاح. صدق من قال يوجد بين المغرب وتونس مستشفى للامراض العقليه. اذا ملي كنشوفوا وزير كيركب على بيكالا بديك الطريقه وكيحاول يقلد بعض الرؤساء العالميين بحال الرئيس الكندي من اجل استمالة الشعب الجزائري، ولكن الفكره في الاساس ديال افتتاح موسم الاصطياف التي لم افهمها ولا يمكن ان او يفهمها احد. ندوزو الفيديو الموالي. الو وراك الو 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 الو. اي حاجه كما كانت ضروري يكونوا داخلين فيها العسكر. حتى افتتاح ما اسموه موسم الاصطياف كنشوفوا انهم اشخاص بزي عسكري يرمون طوق نجاة في المياه، وكأنهم يرمون طوق نجاة للشعب الجزائري من أجل الترفيه على نفسه من رعب طيلة السنة. ولكن هل سيسمحون له بالترفيه على نفسه فعلا؟ دوزوا الفيديو الموالي لوزير الداخلية الجزائري الذي يحث المواطنين على عدم السفر للمغرب وتونس وعلى ضرورة الاصطياف الإجباري في الجزائر، أنه أي شخص غادي يمشي للمغرب ولا لتونس من أجل الاصطياف يعتبر خائنا للجزائر وللثورة الجزائرية ولكابرانات الجزائر بطبيعة الحال. نخليكم مع الفيديو الإخوان وندوزو نناقشوه. عمل جبار قامت به السلطات المحلية تحضيرا لهذا الموسم للسماح لكل مواطنينا من هنا ومن هناك وربما من الخارج بالنسبة لجاليتنا التي تعيش في السماح لهم أن يأتوا إلى الجزائر ويقضوا فترة جد مهمة هم وأبنائهم، للسماح لهم كذلك أن يكتشفوا ربما للبعض اللي منها من الجزائر مناطق ما يعرفوهاش، يعرفوا مناطق تاعهم ولكن ما يعرفوش منطقة لنا، والخارج ربما كذلك باش يعرفوا الإمكانيات والقدرات المتواجدة في بلدهم في الجزائر. إذا الشيء اللي تم العمل به وفي ظرف وجيز نقولها. غير واحد الكلمة اللي باش تفهم ليا، كلمة السماح، من أجل السماح للجزائريين بقضاء وقت مهم في بلدهم. هذه الكلمة أصلا ما مفهوماش. واش الشعب الجزائري، وكنتمنى الإخوة الجزائريين اللي عندنا في القناة يجاوبوني، واش الشعب الجزائري يمنع عليه الاصطياف؟ يعني ما مسموحش لكم تمشيوا الشواطئ قبل ما يتم افتتاحها من طرف وزير الداخلية ومن طرف الكابرانات. في جميع الولايات عندنا البحرية عندنا افتتاح موسم الاصطياف. هو كلمة صراحة مضحكة والمفهوم ديالها ما غاديش نفهموه، ولكن
غير ديك كلمة من أجل السماح للمواطنين بقضاء وقت مهم. بنعرف هذيك كلمة السماح، واش المواطنين الجزائريين ما مسموحش لهم الاصطياف قبل فصل الصيف؟ ندوزو لي الطامة الكبرى لأم المعارك، للفيديو الذي سوف يصيبكم بالضحك حتى التمالة. دوزو الفيديو. التاريخ يعيد نفسه. الجزائر عندها جذور تاريخية تمتد لأكثر من 3000 قرن. روما، إمبراطورية روما، كانت عندها علاقات مع مملكة نوميديا. العلاقة تاعو شنو هي؟ خلينا من العلاقات، أقول شنو نوميديا؟ الأمن. نوميديا هي مملكة نوميديا، هي المملكة التي تمتد من داخل التراب التونسي إلى إخواننا جيراننا داخل التراب جيران. العاصمة هي سيرتا، قسنطينة. كان فيها علاقات جيو سياسية وعسكرية ما بين المملكتين. 3000 قرن، بمعنى بحسبة بسيطة 300 ألف سنة. الإنسان الجزائري أو الجزائر أو نوميديا كانت قبل 300 ألف سنة. وفي التاريخ نحن نعلم أن الممالك الأمازيغية بدأت تقريبا خلال الألفية الأخيرة قبل الميلاد، أو الألفية الأولى أو الأخيرة قبل الميلاد، بمعنى 1000. حتى قرطاجة اللي هي أقدم ما تم تأسيسه في شمال إفريقيا أسست سنة 814 قبل الميلاد، يعني في الألفية الأولى قبل الميلاد. وقال لك 3000 قرن، بمعنى 300 ألف سنة كانت الجزائر موجودة. واللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. الإخوان، كان هذا كل ما لدينا. نتلاقى في فيديو القادم، وإلى اللقاء.